كم بيضة تاكل في الأسبوع؟ في وايد كلام على هالموضوع، تاكل كل يوم، تاكل مرتين في الأسبوع، 3 مرات. أول شيء البيض عنصر غذائي رائع، في كثير بروتينات، مضادات أكسدة، مجموعة كبيرة من الفيتامينات، في K2 اللي هو يعطونا مع فيتامين د للامتصاص، وفي مضادات أكسدة، مضادات سرطان، عنصر رائع. لكن كم بيضة تاكل في اليوم؟ أول كانوا يقولون كل مرتين 3 في الأسبوع لأنه يرفع الكوليسترول. في الواقع صحيح، البيض قد يرفع الكوليسترول عند البعض، لكن الكوليسترول يرفعه هو الكوليسترول الجيد. في حالة أكل البيض بكميات كبيرة، الجسم أصلا ترى يفرز كوليسترول على فكرة، فيقلل إفرازه لأنه ناخذه عن طريق البيض. فإذا ارتفع كوليسترولك من البيض مش هو السبب، وإنما السبب أنت في أشياء ثانية قاعد تخبص فيها. جمعية القلب الأمريكية تقول إن بيضتين في اليوم كل يوم يعتبر خيار صحي وجيد، ويقلل حتى من الجلطات القلبية والدماغية، لكن ممكن تاكل إلى 4 بيضات في اليوم. والأطفال لازم ياكلون بيض لأن فيه أوميجا ومهم جدا للدماغ. طبعا أنا أتكلم على البيض الصحي، البيض المسلوق أو المفور، أو ممكن تقليه بشوية زيت حيواني أو زيت زيتون. لكن إذا أنت تاكل بيض، جبن، شيبس، دقوس، براتا، كرك، هذا جوك بيض يعني.